لو البليلة تطلع معاكم ناشفة، أنا النهارده هاقول لكم تعملوها إزاي تطلع كريمي وتحفة وأحلى من الجاهزة كمان. أول حاجة معانا نُص كيلو غلة، وهنحط عليه معلقتين كبار مليانين رز مصري، هنغسلهم مع بعض كويس جدًا. بعد ما نغسلهم هننقعهم في مَيّة نضيفة لمدة ساعتين، والمَيّة ما تكونش سخنة، تكون درجة حرارة الغرفة. بعد ما نقعناهم ساعتين ومش أكتر من ساعتين عشان القشرة ما تفكش من البليلة، هنحط عليها مَيّة تكون أعلى كده بحوالي 2 سنتي، هنغليها على النار. بعد ما تغلي هنوطّي النار ونسيبها تستوى. بعد ما تستوى معانا كده هي جاهزة. لو ما استوتش يا جماعة بعد ما حطيتوا المَيّة ممكن تزودوا شوية صغيرين وأنتم موطيين عليها النار لحد ما تستوى معاكم خالص. وهنا هنبدأ نجهّز البليلة بتاعتنا. معايا نُص لتر حليب هاحطه على نار هادية، هاحط عليه شوية فانيليا وشوية عسل. أنا حليتها هنا بعسل، هي بالسكر بتبقى أحلى بصراحة. هاحط عليها بقى البليلة اللي إحنا محضرينها مع بعض، والبليلة لو اتبقى معاكم كمية ممكن تحتفظوا فيها في الفريزر، ما يجرالهاش أي حاجة. هاحط عليها كمان معلقة زبدة صغيرة كده بتديها طعم خطير. كده هي جاهزة عندي. في الكاسات بتاعتنا بقى يا جماعة وتحطوا عليها زبيب، لوز، أي نوع nuts متاح عندكم، ويا سلام شوية قشطة كمان على الوش. جربوها وبالهنا والشفا.